بسم الله الرحمن الرحيم. الجمهور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو نتاع اليوم جينا نوضحوا فيها أمور متعلقة ما بين كرة القدم والسياسة، خاصة على مستوى المنطقة العربية وما هو جنوب الدول المتطورة جغرافيا، يعني الموقع الجغرافي تاع الدول أوروبا الغربية وهكذا والجنوب تاعها. قبل هذا هناك مجموعة من الأساتذة تتلمذنا على أيديهم في مختلف المراحل التعليمية، ونحاول قدر الإمكان نذكر الأسماء نتاع الأساتذة، الاختصاصات اللي درسنا عندهم، ولكن ما نذكرش المعاهد، نذكرهم بإشارات، يعني اللي يكون يعرف الإشارات هذو وعارف باللي هذا الناس يعني كاين منهم من قضى نحبه ندعو له الله بالرحمة الواسعة، ومنهم من ينتظر. على كل حال أساتذة يعني من أروع الأساتذة ومن أقدر الأساتذة في كل في اختصاصه في زمن الردة العلمية على مستوى الوطن العربي. اوكي، عندنا المرحوم الجلالي اليابس، أستاذ علم الاجتماع ودكتور في علم الاجتماع. عندنا الأستاذ الدكتور شلبي محمد، الأستاذ طيبوني عبد القادر اللي كان في l'INPS، السيد المدير والأستاذ القدير إسماعيل دبش. عندنا السيدة سامعي أورمضان، أستاذة الاقتصاد السياسي. الأستاذ بوبكر، أستاذ قانون دستوري وقانون إداري في معهد الحقوق. عندنا الأستاذ المرحوم، أعتقد أنه قيل لي أنه توفي الله يرحمه، سي بكرة إدريس، ثاني أستاذ قانون دستوري وإداري. الأستاذ السعيد بوشعير غني عن التعريف. الأستاذ عبد القادر زقير رحمه الله الذي توفى في حادث قطار، على حسب ما قيل لي أنه توفى في حادثة قطار في منطقة بومرداس. On avait aussi l'Oustad Saïdani, normalement Saïdani Mohamed, c'était un prof de maths au niveau du lycée, c'était au niveau de l'ECRK, ainsi que Monsieur Zenia Rachid, c'était mon prof d'anglais, et aussi Madame Zeglash, c'était ma prof de physique. هذا الأساتذة وغيرهم كاين، أعتذر على عدم ذكر الآخرين لأنه القائمة طويلة. كان لنا الشرف أن نتتلمذ على أيديهم، كسبنا منهم معارف ومدارك، كل قام بواجبه أحسن، يعني حتى وإن كان يعني الأستاذ يبقى أستاذ مهما يكن. هذو الأساتذة حسب تقييمي الشخصي أراهم من أعظم الأساتذة على مستوى المراحل التعليمية في الجزائر في زمن الردة التعليمية على مستوى الوطن العربي. إذن الفيديو نتاع اليوم جيت نتكلم على بعض النقاط اللي تخص تفسيرات المقابلة النهائية ما بين نادي الزمالك ونهضة بركان، والتي أسفرت عن نتيجة يعني كما يقول لك غير منطقية، يعني غير رياضية، سي لوجيك، يا با اون لوجيك سبورتيف ولا فوتباليستيك. العلاقة نتاع المقابلة هذه من حيث الشكل التنظيمي، ماشي المقابلة، الدورة برمتها، يعني خلفياتها وما يدور في الساحة السياسية في المقابل. إذن نطلب من الجمهور الكريم أولا تحملي، راني نشوف لي اللايك ولي بارطاج تقريبا ما كاش كاع، ما كاش اللي راه يعلق، ما كاش اللي راه يدير ابوني، ما كاش اللي راه بالك لا فيديو لي فيديو que j'entame dont j'entame le sujet c'est pas intéressant، ولكنه الواقع المعيش. هذا هو الواقع المعيش الذي نعيشه على مستوى أو على مختلف المستويات، بما فيها الرياضية، السياسية، الاقتصادية، وحتى الجيوسياسية، ولا نقول الجيوغرافية.
خاطر الفرق بين كلمة الجغرافيا بالعربية و لا جيوغرافي اون فرونسي. نحاول قدر الإمكان نعطيكم تفسير صغير. الجغرافيا بالعربية تنقسم إلى قسمين، هي الجو غرافيا. الجو غرافيا يعني السكان وما والمؤثرات الجوية، بينما بالفرنسية سي لا جيو اي غرافي، يعني السكان وعلاقتهم بالأرض، خاطر كلمة جيو جاية من كلمة جيولوجي، جيوفيزيك، حاجة مادية، بينما باللغة العربية هي الجو. هذه باش نصحح المعلومة لوزيرة الطاقة المروكية، هذيك اللي قال جات تنطقها بالعربية تلفت لها ما عرفتش تنطقها اسكو بالعربية ولا اون فرونسي. جوست كيما يقول لك نقطة نظام فقط. كي نرجعوا للمقابلة نتاع النهائي مع نهضة بركان والزمالك في مقابلة العودة، قبل هذه المقابلة النهائية واللي صرا فيها مصر بعد الفوز نتاع الزمالك وحادثة سوا ديزون يافي بينالتي اللي ما صفرهاش الحكم السنغالي، واللي صرات فيها الدبزة نتاع الطفلة هذيك اللي ضربها السيد بالدماغ من اللور، ضربها كما يقولوا بزليف، راحت بها بالكاس. أضيف إلى الخلوطة نتاع سيلقجع مع اللاعبين والمسيرين في أرضية الميدان. هنا نذكر لك لقطة من اللقطات. نورمالمون دابري سكو جو فوا ولا دابري سكو جي فيكو لا سكو جي فيو، ما شفتش رئيس اتحاد كروي على الأقل في الجزائر وين هبط للميدان إلا في إطار بروتوكول رسمي للاعبين، مثلا تحية اللاعبين. أما يجري موراهم ويجري معاهم، خاطر اللقجع سي با سا بروميير، دارها مع سي الكونغو في الضربة تاع لا كوب دافريك في الاخر في لا كوب دافريك هذه تاع الكوت ديفوار. يعني رئيس اتحادية، نون سولمون رئيس اتحادية، اضيف الى ذلك انه وزير في التيران. القيمة الدبلوماسية نتاع الرجل السياسي في المروك يعني يبقى مانيش عارف انا المعيار، انا نسموه نتوما كما تبغوا. المهم حنا قبل ما نذكروا الاحداث اللي صارت في المقابله النهائيه ونبقى نشوف يعني نتيجه المقابله النهائيه من حيث التنظيم، كاين المقابله نتاع نصف نهائي مع اتحاد العاصمه. خلينا من الجانب القانوني نتاع الطاس ونتاع الخريطه ونتاع نهضروا من حيث التلاعبات. عندنا قبل النصف النهائي مع اتحاد العاصمه عندنا النادي ابو سليم الليبي اللي 17 دقيقة ولا 20 دقيقة إلى أن سجل نهضة بركان الهدف الثاني، الهدف الثالث أفريدير، الكاليفا اللي كان من المفروض أنه نادي أبو سليم هو اللي يتأهل للنصف النهائي. يعني النقطة السوداء الأولى يعني تدخل تحكيمي من قبل فوزي لقجع. المقابلة الثانية تسييس الرياضة عن طريق إدخال الخريطة دون يعني ما نشوفوش الخريطه اسكالي ليغال ولا كولونيال ولا ما يهمناش هذا الامر، المهم الخريطه ممنوعه، قلناها ونعاودوها، الخريطه ممنوعه. اضيف الى انه فوق هذيك الخريطه اللي ممنوعه اضيف الى انها خريطه غير قانونيه بالمفهوم السياسي، يعني هي خريطه غير قانونيه بالمفهوم الرياضي، ونضيف لها انها غير قانونيه بالمفهوم السياسي، يعني إليغال بالمفهوم نتاع لا لوا دو فوتبول او نيفو دو لا فيفا دو لا كاف وكذا، ونزيدوا لها بلي الي تيليغال او نيفو بوليتيك، يعني جريمتين في جريمه. صح. نزيدوا نقطه اخرى عندنا شي هذه هجوم بون صح. هذه مشكله مع ليبيا في الدومي فينال، يافي ان بروبليم مع الجيري، ليبيا مع ابو سليم والجيري مع الياسما. نزيدوا لها المشكله الثالثه مع تونس، وين في ندوه صحفيه نتاع معين الشعباني اللي هو مدرب نهضه بركان، يعني داوها عندهم وما سلكش. في ندوه صحفيه يتهمه احد الابواق الاعلام المخزني بانه سب المغرب.
الفيديو درناه كاينه سور الانترنت. واش نطق ليه المدرب قال له ودي تجيب لي لا بروف سينون جو في فوز اتاكي اون جوستيس. اوكي صح. زيد عندنا الخطاب السياسي في المروك يقول لك اودي دول الجوار، انت ما عندك حتى دول الجوار. تفوق الازمه اللي درتها مع المدرب نتاع تونس، افريدير المدرب تاعنا برك اللي هو تونسي، المشكله تاعو يسمع، واللي قبلها المشكله نتاع هنا، وكانك الجوار تاعك كامل ماهوش مليح، يعني غير انت اللي مليح. زدت لحقت لمصر سي بون معليش، وراكم تقولوا باللي هناك عقوبات ستفرض على نادي الزمالك نظرا لهجوم البعثات، افريدي لهجوم الجماهير، والجماهير تاع الزمالك ما هاجموش على المنتخب الفريق تاع نهضة بركان اللي كانوا مدابزين وطيحوا الكاس وضربوا الطفله وسبوا وحاشاكم واحد يبزق على الحاكم، هذوك سي مراركه. يعني إذا كانت لاكاف تمشي بالصيغة القانونية العقابية من يخل بقواعد تنظيم اللعبة، فهو النادي المغربي والجامعة المغربية والوزير اللقجاع اللي هو وزير. ومن المفروض أنا البارح في الفيديو تاع البارح طلبت من جلالة الملك محمد السادس أنه يطالب ويأمر اللقجاع بتقديم التقرير الأدبي والتقرير المالي للقصر الملكي وللحكومة المغربية بما قام به من صرفه للأموال مقابل النتائج المحققة وتأثيراتها على علاقات المروك مع دول العالم، وعلى رأسهم دول الجوار كما راكم تقولوا انتم في الوقت اللي عندكم زوج دول. انتم ما عندكمش دول جوار، عندكم دولتان للجوار. اذا كان بالمفهوم تاعنا احنا الجزائريين عندكم الجزائر دولة مجاورة، وعندكم الدولة الثانية اللي في حالة احتلال هي دولة الصحراء الغربية. اما بمفهومكم عندكم زوج دول، شكون هما؟ عندكم الجزائر وموريتانيا. سي بون صح. على ذكر موريتانيا، يعني شوف المشاكل اللي درتهم مع الجزائر ودرتهم مع ليبيا ومع مصر. نزيد باللي درت مشكله مع موريتانيا. عندها 3 أيام قصفت مدينه السماره اللي هي في الاصل الصحراء الغربيه بسبب تواجد جيش الاحتلال المغربي على جغرافيا الصحراء الغربيه. اتهمتم موريتانيا بأنه المقذوفات أتت من أراضي موريتانيا، يعني موريتانيا ما هي مليحة، الجزائر ما هي مليحة، تونس ما هي مليحة، مصر ما هي مليحة، وليبيا ما هي مليحة، إلا المروك اللي مليح. هذا ممكن صح. فوق هذا كله، يوم 19 ماي 2024 يوم 19 ماي هو ذكرى الطالب الجزائري. حدث حادث على الأقل جغرافيا خطينا حنايا، ليس بالقريب منه، هو حادثة سقوط الطائرة الرئاسية والهليكوبتر الرئاسية نتاع إبراهيم رئيسي اللي هو الرئيس الإيراني في الحدود الشرقية لإيران المحاذية لجمهورية أذربيجان. ما علينا. يجوا الدكاترة، ماشي الدكاترة نتاع المروك يمسحوا الموس بالمفهوم اللاهوتي ولا بالمفهوم الغيبي بأنه سبب سقوط طائرة هليكوبتر رئيسي هذا هي سببه زيارته للجزائر مؤخرا قبل أيام، وهي الزيارة لم تكن قبل أيام، هي عندها واحد شهر ونص، ما عندهاش أيام. حنا شوف حنا في لا بيريود عندنا كيف نحسبوا au-delà du mois c'est pas quelques jours، منطقيا وحسابيا. القضية كي تفوت عندها قرن، ما نقولوش بعض السنوات، عندها قرن وبعض السنوات، يعني حتى العملية الحسابية هنا فيها هذا الطائرة، هذا الهليكوبتر كي طاحت ينطق واحد الصعلوك في المروك، كاين بواسين الأيدي، وفي الإمارات كاين بواسين الأحذية تاع شيطان العرب.
شيطان العرب اللي هو بن زايد. خاطر انا باش تجي انت تسمح للصعلوك من بواسي ارجلك نون سولمون يهين تبون ولا يهدد الجزائر، يهدد الجزائر في شخص رئيسها تبون بأن الدور القادم لسقوط الطائرة أو للاغتيال الرئاسي سوف يكون تبون هو القادم. هنا اسمح لي، هنا سي الإمارات اسمح لي، هنا يحق لي قول ما أقول ما أريده، نقول واش نحب. إضافة إلى إعلاميي وأبواق الإعلام المخزني يقفون مع لويزا حنون اللي هي رئيسة لو بي تي لو بارتي دي ترافايور الجزائري لمساندتها وتعاطفهم معها لإجراء الانتخابات والترشح للانتخابات الرئاسية القادمة في الجزائر. معليش، حاجة مليحة أنا كي تكون عندي دولة تريد الإصلاح مع الجزائر. بالك سيدي هذا الجزائر أيضا. أنا عندي سؤال هنايا، تبون شوف تبون رئيس الفياندرا لو جور وين يروح صرالو كيما بالماضي، يجي نهار اللي يروح مليح يروح ماشي مليح، ما تقبلتوش كيما ما تقبلتوش شاذلي وما تقبلتوش بومدين وما تقبلتوش ايت احمد وما تقبلتوش بن بله وبوتفليقه وكذا، ما كنتش متقبلين تبون. ودائما عندكم واحد النزعه تمشوا فيها، دائما نطلقوا الحاضر ونتبعوا الغايب. معليش، لويزا حنون هذه بغض النظر على انها امراه ولا الشعب الجزائري يرضى بحكم امراه ولا كذا، خلينا من الامر هذا، حنا نتكلموا في الكوتي بوليتيك. هذه لويزا حنون ماهيش ملكه مرشحه للرئاسه، يحق لها كمواطنه جزائريه دستوريا وقانونيا وسياسيا ومدنيا ان تقدم ملف ترشح لرئاسيه الجزائر. سي بون صح. النهار اللي نديروها سيدي دات الانتخابات، فازت في انتخابات الجزائر، تستلم مقاليد الحكم. لويزا حنون تحكم وحدها ولا راح ترقد الصباح افريدير، ترقد في الليل الصباح تسيب روحها رئيسة الجمهورية وباجي تقول لك حبس نمدوا الغاز للمروك ونحلوا الحدود ونديروا. اسمح لي، على بالك باللي احنا عندنا اسمها ايه، او عندنا شعب اللي يحكم. احنا في الجزائر عندنا شعب اللي يحكم. احنا ما جاسي تبون وقال لك كلمة نازل على كلمة الفخامة، هو ما قالهاش باطل. نجيب لكم ضحكة والله، غير نجيب ماشي ضحكة متيت. انا اللي صرات لي انا حكيتها بالك، حكيتها وما كملتهاش ولا جو سي با. قلعت بالكروسه كما يقولوا بالسياره، حكمت الطريق لالجي كذا كذا، لحقت الباراج نورمال اوردينار، باراج حاجز امني كذا كذا كذا، لحقت جوي 4 تاع الصباح، قلعت 12 تاع الليل، 4 دو ماتان كنت عندهم. السلام عليكم السلام عليكم، قلت له راني حاب نرقد. قال لي روح زير ليك عند الحجره وخبطها برقده. داكور، يا نورمالمون ممنوع، من المفروض ممنوع. علاش ممنوع؟ ماهيش ممنوع انت عاود اور لا لوا، هي ممنوع ما يتحملش المسؤوليه تاعك. ولكن شوف حنا عندنا الاجهزه الامنيه عندنا ياخذوا الجانب الانساني، خاطر هذاك الجانب الانساني مفروض عليه هو كرجل امن باش يراعي لو ريسك جينيرال، لو ريسك جينيرال، الخطر العام. باسكو من عستعي قادر ندير انا اكسيدون بعيد شر مع واحد اخر، جو سي لي كوز ولا حاجه. في رمضان من رمضانات، في واحد الشهر من اشهر رمضان في السنوات السابقه، حبست عند واحد يعني في الطريق نورمال، حبست عنده السلام عليكم باش نشيل عليه امور. هو مسكين تاجر كما نقولوا غير مقنن، باه ما نقولوش غير قانوني، هو غير مقنن يعني ستان كلونديستان. واش يبيع؟ يبيع المطلع، يبيع الخبز، يبيع. قال لي والله راك حابسها. قلت له علاه؟ قال لي باسكو راح تبلع عليا. بروبليم سيك ما عنده حانوت. هنا بنوصل لك فكره، انا مولك لاش ما حقرنيش، انا اللي حقرني اللي عنده المطلوع، اللي عنده خبز الدار هو اللي حقرني. اللي باه تعرفها. اذا
في الجزائر احنا عندنا الشعب هو اللي يحكم. هذاك الرئيس اللي تشوف فيه في قصر المرادية ويقرر ويخطب للأمة وإلى آخره، هذيك الخطوط اللي راه يتكلم فيها تهم الشعب الجزائري. الشعب الجزائري هو الشعب العربي الوحيد اللي عنده أكثر من 6 حراكات على المستوى الشعبي. كان لا مصر لا تونس لا السعودية لا دول الممالك لا والو. الشعب الجزائري شعب سخون ما يبردش، يا خويا حكم مليح ولا روح. كاين نمشو بنظام الأغلبية، معليش حنا نديرو قانون إلا خرج على الأغلبية نطبقوه، لا بغات كاين ناس ينضروا معليش. سي كوم اون طارت، حضرت اون طارت كلاو الناس، المهم لا طارت تكلت، اللي كلا بصحته واللي ما كلاش دبر راسو هو ما جاش. حنا نمشيو بهذه العقلية. انا كيما انا دوك ندير لك فيديو تسمعها تفهمها اهلا وسهلا، ما فهمتهاش الله يسهل عليك. ما على الرسول الا البلاغ، هذا هو نظام الحكم في الجزائر. نظام الحكم في الجزائر يطبق ما على الرسول الا البلاغ. وهذه ما يفهموهاش الانظمه الملكيه والابواق والاذيال، وهذه ما يفهموهاش صح. دونك هذا محمود البلوشي هذا يهدد اعلاميا على الاقل وبايعاز اماراتي وبتغطيه اماراتيه في شخص، او يهدد شخص الرئيس تبون. يعني تهديد مغربي للرئيس تبون بمساندتهم للوزا حنون في مواجهة انتخابية لاستخلاف أو لخلافة تبون. وعندك تهديد أمني إرهابي تنظمه دولة الإمارات ضد تبون. أنا هنايا أعتقد أنه صديقي يطبقوا عدو صديقي عدوي. شوف التركيبة، يعني هم أصدقاء صديق عدوي. العدو الأول هو الإمارات، تقدر تقول المروك هي العدو الأول للجزائر، باسكو الإمارات نهار اللي يوم كانت العداوة بين المغرب والجزائر خلال حياة المقبور الحسن الثاني، الإمارات ما كانش كاينة في ال65، الإمارات ما كانش كاينة في ال63، الإمارات ما كانش كاينة. إذا العدو الأول هو المغرب. جات الإمارات دارت الصداقة مع المغرب، إذا هي صديقة عدو، إذا فهي عدو. من الغباء تاع السياسيين والإعلاميين المراركة راهم حاسبين الإمارات تحبهم. هما الإمارات ماشي تحبهم. المروك هي الجزيرة الوحيدة الملكية في وسط بحر من بحار الجمهوريات اللي تسميهم هي دول الجوار، ونحن ناس دول الجوار. تي ما عندكش دول جوار، تي عندك الجزائر موريتانيا بالمفهوم تاعك، الجزائر موريتانيا والأطلسي. الأطلسي ماهوش دولة، الأطلسي محيط نتاع ما. بالمفهوم تاعنا حنا عندك الجزائر الصحراء الغربية اللي راهي محتلة والأطلسي، يعني موريتانيا وما كان ما دخلك فيها. مع ذلك انت ربحت العيب فوتبول مع تونس المروك والجزائر، تونس الجزائر ومصر وليبيا، وزدت امنيا بقصف جيش الصحراء الغربيه بقصفه لمدينه سماره المتواجده على ارضها اركان الاحتلال المغربي. جاي تقول باللي موريتانيا كانت اون باز دو تير دو لونسمون دو ميسيل صح. هذا يؤدي بنا إلى قراءة الأحداث نتاع البارح اللي عندها علاقة بمحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية في إدانتها لأركان إرهاب الكيان. قبلها بحوالي 10 أيام في الأسابيع الماضية، وين قامت الجزائر بتقديم ملف العضوية الكاملة لفلسطين وتمزيق الإقجاع نتاع الأمم المتحدة الممثل الكيان لميثاق الأمم المتحدة في
مقابلة ولا بمقابلة لنفس الفعل من خلال تمزيق ممثل الكيان الذي يمثل المروك في كأس في الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وتمزيقه لميثاق الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم من خلال دحسه على كل القوانين. يعني نفس الفعل ونفس الفعل الأممي مع نفس الفعل تاع كاف إفريقيا. هذا هو. ولكن يقال بكري يقال في الزمن القديم يقول لك لكل فرعون موسى. ايه لقجا نخلوك تلعب مع الجزائر، ونخلوك تلعب مع ليبيا، وتلعب مع موريتانيا، وتلعب مع اسبانيا والبرتغال، تلعب معهم، بصح كي تلحق لمصر ما تلعبش معنا. سمعت كشف الامر. طرح سؤال من قبل احد المصريين على فريق نهضة بركان، كي رحتوا عجيب امركم، كي جيتوا للجزائر اللي قريبه منكم جبتوا الخريطه خفتوا روحكم الا تودروا الطريق، بصح كي رحتوا مصر على ما ديتوش الخريطه ما تعرفوش تخرجوا. هذا مصري قالها. سمعت. اذا وبالمناسبه البارح درت لكم واحد بتيت فوتو هكذا تاع لو بي دارجون تاع السعوديه من فئه 20 ريال، رسمت فيها الخريطه الافريقيه بدول القاره اي كومبري دوله جمهوريه الصحراء الغربيه بحدود منفصله على مملكه المروك. وهذا ما يفسر هي أن موحى بن حسن في مواجهة موحى بن سلمان. تعرف القيمة. شوف لا غالب الجزائر مهما يكن والله ما نخونوا العهد. على بالك باللي في قضية الغاز فقط الجزائر كانت مفضلة المغرب، مفضلاته. على بالك باللي كان عندها 3 كوطا من سوناطراك للمروك، كان عندها 3 كوطا. الكوطا الاولى تروح ابري اوردينار، يعني كيما يشريها الشعب الجزائري الغاز تاع بلادو يشريها المروكي. سوناطرا كانت عندها عقليه اخوه، وكان عندها كوطا تروح اون فافور مزيه ما تخلصهاش للمروك في حال ما اذا كان عنده كما يقول لك لي ريسبسيون زياده وكذا، وكان عنده حق تسويق الغاز الجزائري لاسبانيا والبرتغال. هذه ما يعرفوهاش المراركه، كاين اللي يعرفها وينكرها. لو كان جبدوا الارشيف ولا لي فاكتور تاع الغاز اللي كانت تروح للمروك، بالك والله ما تسعى دولة كانت تدي الغاز الجزائري كيما تاكلوا الغله وتسبوا الملا. عيب عليكم. نفس الغباء السياسي في مواجهة الذكاء الاصطناعي مازال نتايا تقر وتتكلم وتهدر وتندب وكذا بمفهوم الكلب السياسي، سكون ابل لا راج بوليتيك اللي راك موجهه ضد الجزائر. تقول الذكاء الاصطناعي في الفلاحه. معليش يا سيدي يا خويا، خليني نكذب على روحي، خلي تبون يكذب عليا، انت واش دخلك يا اخي بيناتنا ولا لا؟ اخي قال لك تبون واحد الوقت تهضر على العصا، تكلم على العصا كي ما فهمتش انت المفهوم تاع العصا اللي بين لك باللي تبون انسان مثقف دينيا. قال لك الامور اللي بيناتنا نفروها بالعصا. شوف حنا واجهنا بالعصا، نقول لك احنا شكون؟ احنا الشعب الجزائري. تبون قالها في خطاب موجه للامه، قال لك امورنا الداخليه نفروها ولو بالعصا، لأن العصا في سورة طه هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. سي بون، يعني العصا أكثر إنسانية من الحجرة، بينما الحجرة كي شافكم ما فهمتوش المفهوم تاع الحجرة تاع العصا، تكلم لكم بمفهوم الحجرة. كلامك مليح
باش تجي تقول لي من اليد الممدوده وكذا. مليح، بصح الحجر راهي في يدي، تغلط ترجع للصف، سينون نتيري عليك. حتى لغه الخطاب، نتوما راكم دايرين باللي تبون ما يعرفش يهضر وما يعرفش يتكلم نقول لك حاجه، هو عطاك دو فراز، كاين العصا والحجر. العصا موجهه للبشر، ولنا فيها مآرب أخرى، ولنا فيها الزراعة والفلاحة، أهش بها على غنمي، وفيها مآرب أخرى. بينما الحجر، حنا نعرفوا كاين زوج مخلوقات في الدنيا هذه يخافوا الحجرة. في فلسطين يخافوا الحجرة، الجهة اللي من هيه، حاشاكم وحاشا قدركم، الكلاب ثاني تيخافوا الحجرة، الشيعة كلاب يخاف الحجرة، الجهة اللي منها. هذه هي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.